أسرار تعليم طبخ الكميات. هالمرة بتكون معكم الكبسة البرية البيضة، بركز على فقط طبخ الرز ومعلومات قيمة لكم وبدقة ما تنسونها إن شاء الله، وتشوفون قدامكم كيف. فتابعوا السلسلة السابقة واستفيدوا منها وعطوها اللي تحبون يتعلم. والحين خلونا نشوف المقطع كامل مع بعض ونتابعه كله إن شاء الله. تحية طيب عليكم. منين اشوف الحساء؟ عندي هنا عدد 20 كيلو كيسين رز بسمتي مغسول ومنقوع مسبقا مثل ما تشوفون قدامكم. القياسات راح اطول فيها شوي. عدد 2 كيس رز وزن 10 كيلو، باجمالي عدد 60 شيلة تمام. وعدد 2 جالون ماء 10 لتر، او كل كوب رز يعادل كوب ونصف ماء بعدد 90 كوب. وعدد 60 ملعقة ملح بحري خشن متوسط اللي هو الملعقة، أو 30 ملعقة كبيرة. ومقياس الزبد كل كيلو رز لا 150 جرام اللي هو من الزبدة أو لية الغنم أو الزيت، اختيار الأمر لكم. الآن الماء مغلي معاكم مثل ما تشوفون، أنا اختصرت كل الموضوع. طبعا الرز البسمتي هذا منقوع بماء بارد ومغسول مسبقا. الحين أطول على المحول. تشوفون المحول هذا ضغط عالي، لازم يكون عندكم حق تتحكمون في الطبخ، تكون النار حدها تحت القدر عالية عشان يتطافر معاكم. وكالمعتاد أكيد أنا أحسب الوقت وأخليه من 7 إلى 8 دقائق إلى 9 دقائق بالكثير. فالحين نحسب معاكم الوقت وتشوفون أكثر الماء قاعد يتشرب الرز، وهذا اللي يخلي الحبة طويلة معانا. فالحين نخليه يكمل وقته إلى أن تطلع جحور النمل اللي تشوفونها الحين. الحين 7 دقائق ونص، وأكثر الماي قاعد يتشربه اللي هو العيش. فالحين هذا آخر مرحلة. بعد ما أخذ معاي 8 دقائق بخليه إلى 8 دقائق ونص، وعلى طول أقصر النار تحته. انتبهوا على الخطوة هذه. آخر مرحلة، وطوا النار قد ما تقدرون، خلوها ناصية شمعة مثل ما نقول، وغطوه بقصدير مثل ما سوينا في المقاطع السابقة، أو ورق زبدة، بحيث ان نكتمه لانه 3/4 الاستواء عشان يستوي معانا ويكمل استواءه 25 دقيقة الى نص ساعة. هنا بنضيف له الزبدة، اختيارية الامر طبعا، هذه زبدة الكرسي او اي زبدة عندكم. بعد ما يستوي تضيفونها. طبعا هنا خلاص نفتح عليه تمام، ونشوف الحب كيف ما شاء الله هنا بخرت معانا، ونصب الزبدة على الوجه مثل ما تشوفون فوقها. اختيار الأمر لكم هذه الخطوة للي يحب يكون الزبدة فيه واضحة ومنكه عدل مع عدل. طبعا هذه جدا لذيذة مع الرز. الحين ما شاء الله عندنا جاهز للتقديم. هذا الكيسين بيسوون لنا عدد تقريبا حول 120 مغلف ما شاء الله. تشوفون كيف نثرة الرز كيف مرتب. هذا اللي أبي يكون يمكم وكيف تتقنونه. فاستفيدوا من السلسلة السابقة وشوفوا بكل دقة أنا كيف أعطيكم إياها وبحساب الوقت، حق تتقنون طبخ الكميات وطبخه من بيوتكم جدا مرتب ولذيذ. طبعا هذا كله حق توزيعات وثواب وبركة احنا نسوي في هالأيام، والحمد لله وفقت وإن صورت لكم هالجزء اللي قدرت أسويه في التعليم. عطوا المقطع اللي تحبون يتعلم، وأرجو من المتفلسفين اللي فاهمين الطبخ وفاهمين مقاديرهم ذا لا يعلقون، يخلون غيرهم يتعلم ويفهم كيف وزنيات الطبخ بالمقادير. وفي أمان الله.